اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد رجعنا لكم النهارده بملخص انمي نورثن وور الحلقه ال11. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل 3 حاجات بس مطالبهم منك، مش بفلوس، هي مش بفلوس، تمام؟ فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في كومنت وتحط لايك، ويلا بينا على الانمي. الملخص بيبدأ بمشهد بيكون فيه واحدة بتكون مساعدة الشخص اللي خطف مارتي، اللي هو كان مع إيسيريا ولافي وتاليون. وزي ما احنا عرفنا ان تاليون غدار، وهو اللي ضرب لافي في بطنها بالرصاص. وبعد كده هي بتقعد تتكلم مع الرئيس بتاعها وبتقول له لم نسمع اخبار عن امبريا الشمالية. تعرف من الرئيس بتاعها ان في قوات اتجهوا نحو امبريا الشمالية علشان يحتلوها، وهي بتقول كيف هذا ويجب ان نوقفهم وهكذا. وبعد كده بننتقل لمشهد بيكون فيه روغان وهو مجتمع بجنوده وبيتكلموا معاه وبيقولوا له ان احنا دلوقتي معناش دعم، وكده الشعب هيبقى ملهوش اكل ولا اي حاجة، واحنا كده ما بقاش في اي حاجة في الدولة دي، هنعمل ايه؟ فهو بيقول لهم انا عارف كل دوت، ولكن ايه موضوع الامبراطورية في ايه؟ فبعد كده جندي بيدخل عليه وبيقول له بوابة دونيبر تم اختراقها، وده اعلان صريح من الامبراطورية الاربيونيا انها هتحارب شمال امبريا وانها اعلنت عليها الحرب. وبعد كده بيقول لهم فلنجتمع فيه هلياس ولازم نواجه الامبراطورية. وبنروح للافي وإيسيريا، ولافي عمالة تقول لإيسيريا ان مش روغان هو اللي قتل غلر، وعمالة تقول لها ان في شخص غير روغان هو اللي قتل غلر. وبعد كده وهي عمالة تتكلم معاها بتشوف ناس وعمالين يتكلموا، فهي بتقول لإيسيريا هش. وبعد كده بتستخبى هي وبيشوفوا جنود من جنود الامبراطورية جايين بالاسلحة بتاعتهم يحتلوا شمال امبريا. وبعد كده في جنود بيشوفوا لافي وإيسيريا ويمسكوهم، بس الجنود دول مش جنود الظاهرة، لا دول جنود تانيين اللي هم لابسين اللبس بتاع لافي العادي اللي هو الجنود العاديين. وبعد كده بيقابلوا جنود الظاهرة وبيقولوا لهم ان هم ما يقتلوش لافي، انها هتبقى معاهم هتساعدهم ان هم يحموا امبريا الشمالية مرة تانية. فبعد كده بيركبوهم السيارة وبياخدوهم علشان يودوهم المدينة ويوروهم لروغان. فبعد كده اول ما بيبقوا خلاص قربوا من البوابة بيبقى الأوابد اللي هم الآلات اللي هي بتقضي على الناس الخارجة عن القانون، اسمها الأوابد بتبدأ تطلق على ناس عاديين، ناس سكان المدن والقرى، بتضرب عليهم. ولكن لافي بتستغل الفرصة دي وتقوم خبطة الشخص الجندي اللي بيسوق السيارة وبتقود هي السيارة، وبتقوم تخبط في الآلات دي والأوابد وتدمرها وتخرج من السيارة وتبدأ تدمرها واحدة واحدة. وبعد ما بيدمروها بيدخلوا المدينة وبيبقوا عطشانين، فبيروحوا علشان يشربوا وبيقعدوا يدوروا على مية. ففي واحد بيروح يدور وهم عمالين يتكلموا، فلافي بتقول لهم انها تبع روغان عادي يعني، بس هي مش تبعه بجد، هي تبع انها تساعد الدولة بتاعتها اللي هي شمال امبريا، هي مش تبع حد. ولكن هم بيقولوا لها احنا كنا فاكرينك عدوة لروغان وعايزة تموتيه وكده، ولكن هم مش مصدقين ان هي عايزة تساعد روغان اصلا. وبتقول لهم ان في حد بيعمل في الخفاء علشان يموت روغان وكده ويحتل الدولة مكانه. واخيرا بيتفقوا ان هم هيساعدوها كده كده فضوا الخلافات الداخلية لغاية لما يخلصوا من موضوع الامبراطورية. ولكن بيسمعوا الجندي اللي راح يبحث عن ماء بيزعق من بعيد ماء، لقد وجدت ماء. فبيجروا علشان يشوفوا الماء دوت فين. ففجأة بيشوفوا مكان بيبقى فيه مكان مية كده عذبة موجودة في نص المدينة، ومفيش حد في المكان دوت ولا حراسة ولا اي حاجة ولا حتى اوابد. فبيقولوا يلا نشرب. فلافي بتبقى واقفة ومستغربة ازاي مفيش اوابد ولا حتى حراسة، في حاجة غلط ومستغربة في ايه. وبعد كده فجأة وهم عمالين يشربوا جندي من الجنود بيقول لا تشربوا من هذا الماء، وبيقع ويتسمم. فلافي بتحاول تمنع بقية الجنود ان هم يشربوا، ولكن كلهم شربوا على مين؟ كلهم بيقعوا واحد ورا التاني، ولافي بتجري عليهم واحد ورا التاني علشان تلحق على الاقل واحد انه يكون ما شربش، ولكن كل شرب. بس الحمد لله إيسيريا ما شربتش ميه
ولا حتى لافي. وفي جندي بيقول للافي وهو بيحتضر وبيموت، بيقول لها اريد منك خدمه، فبتقول له ايه؟ فبيقول لها اريد طلب. فبعد كده بيقول لها، بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه مساعده غلار وهي عماله تضحك وبتقول للشخص كده دخل من بوابه، بتقول له انت ذهبت معها في رحله وكمان ضربت رصاصه في بطنها، انت هتعمل ايه المره دي؟ انت تعرف انها رجعت مره تانية لشمال امبريا ولا ما تعرفش؟ فبيقول لها يعني هعمل ايه يعني. بننتقل على طول لمشهد بيكون فيه روغان وتكون راحت له لافي ولكنها لابسه لبس الجندي اللي مات، وبنكتشف ان هو دوت طلبه علشان تقدر تدخل له. وبعد كده اول ما بتدخل لروغان بتقعد تتكلم معاه وتقول له ان الجنود بتوعك ماتوا مسممين وانا عايشه بفضلهم، تحكي له على موضوع الأوابد لما هجموا على الجنود المحليين. فهو بيقول لها حدث هذا فعلا؟ فبتقول له اجل. فبيقول لها ما انا قلت ان في حاجه غلط، لاني احنا اصلا عملنا الأوابد دي وقت غلار لما كان موجود، وعملها من واحد ما نعرفوش كان في مكان مهجور هو اللي اخترعها لنا، فدوت ليه هو عامل حاجه غلط في الأوابد وهو اللي بيتحكم فيهم. وبعد كده لافي بتقول لروغان حاول تخلي الشعب بيساعدك، ما تعملش اي حاجه لوحدك. بعد كده بتقول له ان الشعب هم من داخلهم ابطال زينا زيهم، بس هم محتاجين دفعه، احنا اللي خلانا نبقى ابطال ان احنا كرهنا الاستعباد وكده ودخلنا لبيئه كده خلتنا نبقى فيها ابطال، ولكن هم زينا بالظبط ولازم نتعامل كلنا مع بعض ونساعد بعضنا. فبعد كده هو بيقتنع بكلامها، كل الشعب بيكون بيسمع الكلام دوت لان لافي مغفله روغان وحاطه مسجل وبينقل للشعب كل الكلام دوت. وبعد كده بيسمع احتجاج من الشعب وعمالين يتكلموا ويشكروا في لافي، فهو بيقول في ايه؟ فلافي بتقول له انها مشغله كان تسجيل بيبث الصوت اللي كانوا بيتكلموا وكده والكلام كله. فبعد كده بيقول ها الان فهمت رايك. وبعد كده هي بتحكي له وتقول له ان في ناس بيعملوا في الخفاء وعايزين يدمروك. فبعد كده بيقول لها انها العقربه. وبعد كده لافي بتقول له ان هي هتروح تلحق الشخص اللي بيعمل في الخفاء علشان يدمره. بعد كده بتخرج هي وايسيريا، وبعد كده بعد ما بتخرج بتشوف جيش من الامبراطوريه وبتشوف البطل الامبراطوري فجاه بيقرب من شمال امبريا. فهي بعد كده بتروح تواجهه وتقول له انزل لي واجهني خصما لخصم. فبعد كده بينزل ويتحارب معاها ويتبارزوا مع بعض، وفجاه لافي بتديله ضربه ولكن مش عارفين ايه اللي بيحصل. بينتهي الملخص على كده، واستنونا في الحلقه الاخيره وهي نهايه الانمي ده اخيرا بعد ما بدانا بقالنا حوالي اكتر من 9 اسابيع في الانمي دوت او 8 اسابيع، فاخيرا هيخلص الاسبوع اللي جاي. طبعا هيخلص يوم الاثنين في الاسبوع اللي جاي، وطبعا لو انت بتحب تتفرج على الملخص كامل هينزل الملخص كامل يوم الاثنين اللي بعده. فيلا اشترك في القناه وفعل زر الجرس وقولي رايك في كومنت، وما تنساش تدوس لايك وروح اشترك في قناتي التانية. حط اي حاجه تحب تعملها، اي اقتراح قول لي عليه وانا اشوف. مثلا لو عايز منهوات عايز انميات قول لي وانا هشوف. ويلا اشوفك في فيديو جديد، يلا سلام.